رسميا برشلونة يريد التعاقد مع نيمار بعد انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي. خرجت التقارير الصحفية المختلفة في الساعات الأخيرة تفيد باقتراب إعلان برشلونة التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار جونيور، حيث تفيد التقارير أن نيمار قد عرض نفسه على إدارة برشلونة الإسباني، ولكن تشافي مدرب الفريق الكتالوني قد خرج في تصريحات له عبر منصة تويتش لينفي كافة تلك الأخبار قائلا: أنا مندهش، نيمار خارج حساباتنا، أنا معجب بنيمار كصديق، ولكن لدينا أولويات أخرى. ويذكر أن صحيفة ماركا وصحيفة سبورت الكتالونية قد ذكرتا في وقت سابق أن توجه برشلونة لتعويض فشل صفقة ميسي بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، والذي ينتهي تعاقده مع النادي الباريسي في صيف 2025 مع وجود بند لتمديد العقد حتى 2027. ويرتبط نيمار صاحب 31 عاما بعقد مع باريس سان جيرمان حتى 2025 مع إمكانية التمديد لموسم آخر. وذكرت عدة تقارير أن برشلونة مستعد للتخلص من عدة أجنحة هجومية هذا الصيف لتوفير أموال مثل رافينيا وفيران توريس وأنسو فاتي، وبالإضافة إلى احتمالية بيع عبد الصمد الزلزولي إذا حصل على عرض مناسب. الصحيفة الكتالونية أفادت اليوم بأن قدوم نيمار لبرشلونة مرة أخرى بشراء عقده من باريس أمر شديد التعقيد، ورغم ذلك يمكن أن ينتهي المطاف باللاعب في الكامب نو من خلال انتدابه بنظام الإعارة فقط. وأوضحت سبورت أن خيار إعارة نيمار لا يمكن استبعاده في الوقت الراهن في ظل رغبة باريس في الاستغناء عنه مع ضرورة تخفيض اللاعب راتبه السنوي بشكل كبير بما يتناسب مع الوضع المالي في برشلونة، علما بأن مصادر مقربة من النجم البرازيلي أفادت بأنه مستعد للتضحية بجزء كبير من راتبه للعودة مرة أخرى لبطل الدوري الإسباني.